اهلا بيك يا صاحبي في اوضتي. شكرا ليك جدا انك كملت معايا الحلقه اللي فاتت للاخر وحسستني فعلا ان انا بنجح مش واقف في مكاني. والحلقه النهارده بتتكلم عن الرهبه الاجتماعيه، ودي من سلسله ملف سري. نبدا حلقه النهارده، يلا بينا. تخيل انك واقف قدام فصل مليان ناس او في قاعه كبيره وكل العيون عليك، وقلبك بيدق بسرعه وايدك بتعرق وصوتك بيقطع. ساعتها بتحس انك مش قادر تتكلم، واللي بيحصل لك ده مش خجل، ده ممكن يكون رهبة اجتماعية. لكن السؤال الحقيقي، ليه الجسم بيتعامل مع الكلام قدام الناس كأنه خطر؟ ليه بنهرب بدل ما نواجه؟ كان في ولد اسمه محمود كان دايما بيطلع الأول على الفصل وبيحب الفيزياء وبيفهم بسرعة، بس كانت في حاجات بتوقفه. كل ما حد يطلب منه انه يتكلم قدام الناس بيحس ان جسمه اتشل. في يوم المدرسة اختارته انه يقول جملة قدام الناس، وقعد طول الليل ما نامش، قعد يكتب الكلام اللي هيقوله ويراجعه، لكن كل شوية دماغه عمال يقول له هيضحكوا عليه، هتنسى الكلام، الناس هتتمسخر عليه. وتاني يوم راح المدرسة ووقف في الإذاعة، حس بدوخة وايده بتترعش وقلبه بيدق جامد، وساعتها طلع وقال انه تعبان، وساعتها هرب. والمشكلة هنا ان الموقف ده اتكرر معاه في الجيم. ساعتها ما قدرش يطلب من الكابتن انه يساعده، وفي الكلية رفض يقدم المشروع بتاعه قدام الدفعة، وفي مقابلة شغل ساب القاعة ومشي قبل ما يدخل. وعلى فكرة محمود مش فاشل، هو بس محبوس جوه خوف اسمه الرهبة الاجتماعية. والرهبة الاجتماعية مش ضعف، دي حالة نفسية اسمها اضطرابات القلق الاجتماعي. المخ بيتعامل مع اي موقف اجتماعي كأنه تهديد، يعني لما حد يقول لك اتكلم قدام الناس جسمك ساعتها بيبدأ يجهز نفسه للمعركة. العلماء اكتشفوا ان في نشاط زائد في المنطقة اسمها اللوزة الدماغية. مش عارف يا جدعان، انا حاسس ان انا بتكلم بسرعة ليه؟ نتكلم بالراحة كده. ودي مسؤولة عن الخوف، وهي لما تشتغل بزيادة بتخليك تبالغ في رد فعلك لأي موقف بسيط. الجهاز العصبي بيشتغل كاستجابة، قتال أو هروب، يعني بدل ما تتكلم جسمك بيقول لك اهرب، وده بيأثر على التنفس واضطرابات القلب والتركيز وحتى صوتك. حوالي 7% من الناس بيعانوا من الرهبة الاجتماعية في وقت ما من حياتهم. بتبدأ غالبا في سن المراهقة، لما الشخص بيبدأ يكون هويته، ساعتها بيخاف من نظرات الناس، والولاد والبنات بيعانوا منها، وكتير من الناس بيخبوها ويفكروا انها عيب او ضعف. ولو انت ما اتعالجتش ممكن يأثر على شغلك ودراستك وعلاقاتك، ده حتى صحتك النفسية. والفرق ما بين الخجل والرهبة الاجتماعية، الخجل طبيعي، كلنا بنتوتر اول ما نتعرف على ناس جديدة، لكن الرهبة الاجتماعية بتمنعك انك تعيش حياتك. الخجل بيعدي، والرهبة بتخليك تزوغ من المقابلات وترفض فرص وتفضل في عزلة. بس الخجل بيخليك تقول انا متوتر، بس الرهبة بتخليك تقول انا مش قادر، انا هفشل، انا هنهار. بس العلاج موجود، ومش عيب والله انك تطلب مساعدة. تعال نفتح قائمة مع بعضينا. العلاج السلوكي المعرفي CBT بيعلمك ازاي تواجه الافكار السلبية وتعيد صياغتها، زي مثلا بدل ما يضحكوا عليا تقول انا بعمل اللي عليا ومش لازم اكون مثالي. 2. التعرض تدريجي، ابدأ بخطوة صغيرة، سلم على حد جديد، اسأل سؤال في الدرس، ارفع ايدك في الدرس عادي، محدش هيضحك عليك، انت في دماغك كده. شارك في نقاش بسيط مع الوقت، وساعتها المواقف تكبر والثقة تزيد. 3. العلاج الدوائي، بعض الحالات الدكتور ممكن يوصف أدوية تقلل من نشاط الجهاز العصبي، لكن لازم تكون تحت إشراف طبي. 4. تمارين الاسترخاء والتنفس، زي تمارين 4-7-8، وربنا أنا أول مرة أسمع الاسم ده أصلا. خد نفس 4 ثواني واحبسه لمدة 7 ثواني وطلعه في خلال 8 ثواني، بيساعدك تقلل ضربات القلب وتقلل التوتر. 5. معلش أنا طولت عليه، دي الأخيرة، الدعم الاجتماعي. اتكلم مع حد قريب منك، بس ما تستعملش ChatGPT عشان ما فيهوش خصوصيه، وقول لصاحبك انا مش خجول، انا عندي رهبه اجتماعيه وعاوز اواجهها. الدعم بيصنع فرق كبير. ومحمود اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه قرر ما يفضلش اسير للخوف، بدا بخطوه صغيره جدا، وفي الاول قال صباح الخير لزميله في الكليه. ايوه ما تستغربش من كلامي، في ناس ممكن تتفرج على الحلقه ما عندهمش رهاب اجتماعي، بس ده بيحصل فعلا يا جماعه. وفي مره تانية شارك برايه بسيط في المناقشه، وعلى فكره الموضوع ما كانش سهل عليه، كل مره كان قلبه بيدق بسرعه، لكن مع التكرار الخوف بدأ يقل وصوته بدأ يثبت. وبعد شهور محمود وقف قدام القاعة وعرض مشروعه. هو كان لسه متوتر، لكن المرة دي هو كمل بعد ما خلص، واول ما خلص كلام الناس قاموا وسقفوا له. ساعتها هو فهم ان الرهبة الاجتماعية مش نهاية، هو تحدي ممكن يتغلب عليه. انت ممكن تبدأ دلوقتي. اعذرني يا صاحبي اللي بتشاهد الحلقة، انا قعدت كده عشان رجلي نملت، واحنا كده قاعدين مع بعض يعني، مش حاجه، احنا اصحاب. انت ممكن تبدا دلوقتي. اكتب على ورقه 3 مواقف بتهرب منها، واكتبها من الاسهل للاصعب، وكل اسبوع جرب تواجه موقف منهم. مثال صغير كده،
الاسبوع الاول اسأل سؤال صغير للمدرس بتاعك. الاسبوع الثاني عرف نفسك لحد جديد. قعد رجلي بقى. الاسبوع الثالث شارك اي كلمه كده وانت بتتكلم مع اصحابك، ما تتكسفش، وكل مره هتنجح حتى لو صغيره هتزود رصيد ثقتك بنفسك. الرهبه الاجتماعيه مش عيب ومش ضعف ومش حاجه تستخبى منها، هي مجرد استجابه مبالغ فيها من المخ. والجميل ان المخ بيتعلم وبيتغير، زي ما الجسم بيتدرب في الجيم العقل كمان بيتدرب على المواجهه، وكل مره بتواجه خوفك بتقوي عضله الشجاعه عندك. انت عارف ان الرهبه الاجتماعيه مش حاجه جديده، حتى زمان الفلسفة كانوا بيتكلموا عن الخوف من نظرات الناس، وفي اليونان القديمة كانوا بيسموا الموضوع ده فوبوس دو سكاي، يعني الخوف من الرأي العام. في اليابان في مصطلح اسمه تايجين كيوفوجو. الرهاب الاجتماعي بيخلي الشخص يخاف، يسبب ازعاج اللي حواليه، وده معناه ان المشكلة مش فيه، المشكلة ان الانسان بطبيعته بيهتم بآراء الاخرين. لكن عند بعض الناس الموضوع بيتحول لقلق مرضي. الرهاب الاجتماعي زي كرة التلج الصغيرة بتتدحرج من فوق الجبل، بتبدأ بموقف واحد محرج، وبعد كده الدماغ بيبدأ يسجل انا فشلت. بعدها باي موقف مشابه ليه المخ بيفتكر التجربة اللي حصلت والخوف بيزيد، وهنا حصل دوامة. تهرب من المواقف وتفقد خبرة المواجهة والخوف يزيد اكتر فتهرب اكتر. الدوامة دي ما بتتكسرش غير في الدوامة التدريجية. في تقنية اسمها اعادة التركيز، بدل ما تركز على نفسك بتقول ما شايفين ايدي بتترعش، حاول تركز على الموضوع نفسه. انا دلوقتي بشرح معلومة مهمة، تخيل كمان انك مش متحدث، لكن المعلومة اللي انت بتقولها هي البطل. الناس مش بتبص عليك قد ما بيركزوا على القيمة اللي انت بتقدمها. جرب كده تعمل تجربة بسيطة مع نفسك. المرة الجاية لما تدخل مكان مليان ناس عد كام واحد فعلا مركز عليه. الغالبية العظمى مشغولة بنفسها، بتفكر في نفسها او في لبسها او في الواجب بتاعها. احنا دايما بنبالغ في الحجم، عين الناس علينا، بس الحقيقة معظم الناس مشغولة بحياتهم. تخيل معايا كده ان حياتك لعبة فيديو، وفي بداية اي ليفل جديد بيبقى صعب والعدو شكله مرعب، لكن لما تلعب بنفس المستوى كذا مرة العدو بيبقى عادي ويمكن كمان تضحك عليه. والرهبة الاجتماعية بالظبط كده، وكل ما تواجه نفس الموقف اكتر بيتحول من وحش ضخم لحاجة عادية جدا. علماء النفس بيقولوا ان السبب ان دماغتنا متبرمجة على البقاء. زمان ان العيش وسط القبيلة كان مهم للحماية، ولو الناس رفضوك كان معناها خطر حقيقي على حياتك، والمخ لسه شايل البصمة دي. عشان كده لما تحس الناس بدأت ترفضك مخك بيتصرف كأنه فيه خطر الحياة. بس الفرق ان النهاردة ان القبول الاجتماعي مش مسألة موت او حياة زي زمان. دلوقتي انا عايزك تعمل تحدي شخصي، اكتب في كومنت اصعب موقف اجتماعي بتخاف منه، وهنرجع بعد كده نشوف مين قدر يواجه خوفه. الفكرة انك تخرج من دور المشاهد وتبقى بطل التجربة. الرهبة الاجتماعية مش نهاية الطريق، هي دعوة انك تطور نفسك وتتعلم مهارة جديدة. وكل ما انت تواجه خوفك حتى لو بخطوة صغيرة، انت بس مش بتتعلم تتكلم قدام الناس، انت بتبني نسخة اقوى من نفسك. وفي الاخر الناس ما بتفتكرش انك اتوترت ولا لا، لكن بيفتكروا انت قدمت ايه، اثرت فيهم ازاي. عاوزك تتخيل نفسك كده بعد سنة من دلوقتي واقف قدام قاعة مليانة ناس وبتتكلم بثقة وقلبك بيدق، لكن المرة دي ده مش خوف، ده حماس. والرهبة الاجتماعية مش عدوك، هي بس اختبار عشان تكتشف قوة جواك، والقوة ما كانتش عارفة انها موجودة. واحب اقول لك كده ان احنا وصلنا لحد اخر الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.